مساء الورد. اهلا معلم شرقي. اهلا بيك يا سي حسين. اتفضل ادخل. يا ساتر. سلام، اعمل لنا فنجانين قهوه. حاضر يا بابا. ولزومه ايه نتعبها بس؟ والله البت كبرت وبقت عروسه يا سي حسين. السنين بتمر يا معلم شلبي. ايوه والله. عملت ايه في اللي قلت لك عليه؟ لسه بفكر في الموضوع يا معلم. ما هو شوف، لما اقول لك المساله مش حوجه تفكير، يوم يجر يوم تطير الشغلانه من ايدينا. بس انت عارف اني بطلت العمليات الكبيره اللي زي دي من زمان، وبشتغل دلوقتي على قدي خفيف خفيف. يعني ايه؟ خايف مني ومش مستأمني يا سي حسين؟ انا ما قلتش كده. امال ايه؟ امال القرشين اللي انت متحوط عليهم دول مين اللي عملهم لك غير يا سي حسين؟ انت زعلت يا معلم شلبي؟ طبعا زعلت. اذا كان بقول لك دي شغلانه مضمونه 24 قراط وهناكل من وراها الشهد. لكن المبلغ اللي هنحطه فيها كمان كبير قوي. عشان المكسب يكون كبير قوي. المبلغ اللي انت طالبه ده كل اللي حلت في الدنيا يا معلم شلبي. ما تخافش، لو حصل حاجه رقبتي سداده. ولو البوليس شم خبر ومسك البضاعه نبقى رحنا بلاش. يا شيخ فضل الله ولا فالك. سناء جايه. هات القهوه يا بنتي. من يد ما نعدمها يا عروسه. عايز حاجة تانية يا بابا؟ لا، روحي ذاكري انت يا سناء. حاضر. انا خايف اكون البنت سمعت حاجه. وهياش عرفها بشغلنا يا سي حسين؟ لو عرفوا كل الناس يا معلم شلبي مش عاوز سناء تعرف. كفايه امها الله يرحمها. نرجع لموضوعنا. الفلوس توصلني امتى؟ انت برضه مستعجل. هنرجع نعيده من تاني. اصل دي كل الفلوس اللي شايلها للزمن يا معلم شلبي. لا حلوه دي، تكونش فاكرها فلوس الورث. وايه لزوم الكلام ده بقى يا معلم؟ ما هو غلبتني معاك. عيب، ده احنا دافنينه سوا وعلى الحلوه والمره من الاول مع بعض يا حسين. ايه؟ طيب يا معلم شلبي، من بكره الصبح انا تحت امرك. ماشي كلامك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ربي، ايه الشنطة اللي جايبها وياها؟ يا سي حسين. المعلم شلبي، روح انت يا سناء. حاضر. ها، خير؟ جرى حاجة بسيطة، ما تتخضش. الواد شحاتة وجمعة وقعوا في ايدين البوليس. يا دي الدهية السودة. ولا سودة ولا حاجة. وفلوسنا يا معلم، فلوسنا. عيب، ده انا المعلم. انا اصلي كنت عامل حسابي. ازاي؟ اللي اتمسكوا بيه حاجة ما تساويش خبرها. وباقي البضاعة متوزعة والباقي اهو. وجايب لي الشنطة دي ليه؟ انا قلت استحراس، يمكن يفتشوا البيت عندي. قصدك لولادي يقروا؟ لا من الجهة ما تعملش حساب. لو علقوهم في حبل المشنقة كمان. دول صبياني انا عارفهم كويس. طيب، والشنطة دي هتستنى هنا كتير؟ قيمة سواد الليل بس، ومن نجمة هيجي لك الواد زلطة تديها له. احسن يا معلم. حكيم انت عارف البنت عقلها كبير وابتدت. البيت فلقتني يا اخي بالبيت. هو احنا بنعمل ايه يعني؟ بنسرق ولا بنشرط جيوب؟ ألعن يا معلم. لازم. انا قايم بقى اشد للعيال واحد محامي من بعيد لبعيد، والشنطة دي تحرص عليها للصبح. السلام عليكم. وعليكم السلام. سناء، انت قاعدة من ساعتها في الصالة؟ ايوه يا بابا. وما بتذاكريش ليه؟ دلوقتي هذاكر يا بابا. يا بنتي لازم تشدي حيلك، دي اخر سنة ليكي وربنا ياخد بيدك. ربنا معانا. بابا. ايوه.
الشنطة دي فيها ايه؟ فيها ما فيهاش يا بنتي. امال جايبها لك عم شلبي وجاي ليه؟ اصل المعلم شلبي قايم مسافر الصبح بدري، وكمننا ساكنين جنب المحطة، ساب الشنطة عندنا والصبح هيبعت ياخدها. ايه رأيك يا بابا ان المعلم شلبي ده انا ما برتاحلوش ابدا؟ ليه يا بنتي؟ ده حتى ده حتى راجل طيب. ده انت اللي طيب يا بابا مش هو. يا ريتك ما تعرفش الراجل ده. الله، سناء مالك؟ حاجات كتيرة قوي يا بابا كتمها هنا في قلبي، أسئلة في دماغي مش لاقية جواب عليها. بابا انت بتشتغل ايه بالظبط؟ السؤال ده سألتهوني كتير وجاوبتك عليه أكتر من مرة. قلت لك أنا تاجر. التاجر ده مش لازم يكون له محل تجارة؟ مش ضروري، أنا تاجر في السوق. أي سوق ده يا بابا؟ سناء، وبعدين معاكي بقى. أنا متأسفة قوي يا بابا علشان بضايقك بأسئلتي دي، لكن الناس نفسهم بيسألوني كتير، بقول لهم تاجر، لكن بعجز إني أقنعهم بالتاجر في إيه، زي ما بعجز عن إقناع نفسي. تمام سناء، لو اتكلمتي مرة تانية بالشكل ده أنا هزعل منك. أنا أسفة يا بابا، لكن يا ريت يكون اللي في دماغي أوهام ملهاش أي صلة بالواقع. وإيه هو اللي في دماغك يا سناء؟ ما أقدرش أقول، لساني مش ممكن ينطق بيه. بابا أنا عايزة أذاكر النهاردة مع زميلتي محاسن، تسمح لي أروح لها؟ مفيش مانع يا سناء، بس ما تتأخريش. حاضر يا بابا. أهلا سناء، اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا بابا؟ ازاي صحتي؟ الحمد لله يا بنتي. محاسن فين أمال؟ في أوضتها، أحمد أخوها بيذاكر لها. طيب بلاش أدخل لها دلوقتي. يا بنتي اتفضلي، هو أنت غريبة؟ سناء، مساء الخير. أنا آسفة جدا، خايفة أعطلكم. لا أبدا، أخويا أحمد يا سناء، أظن اتقابلتم قبل كده. كتير قوي. ازيك يا سناء؟ الله يسلمك، خليكوا زي ما انتوا، أنا مش عايزة أعطلكم ابدا، انا خلاص شرحت لها المسألتين وعلى الله يكون فهمتهم. طبعا فهمتهم يا أحمد. حاكم محاسن دي ما بتفهمش الحاجة من اول مرة كده برضو قلب الحق ده صحيح يا سناء؟ بالعكس، دي حتى محاسن من أوائل الفصل. طبعا يا ستي، مين هتشهد لها؟ بس هو يكونوا زي بعض. أيوة زي بعض في النباهة طبعا. كده ربنا معاكم. عن اذنكم، انا هنا قريب منكم، اي حاجة